السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة تحليل مباراة النادي الأهلي والزمالك، نهائي السوبر الأفريقي. المباراة انتهت بفوز نادي الزمالك بركلات الترجيح. ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، وهارد لك للنادي الأهلي وجماهيره. كنت عاوز أحط عنوان المباراة إن كولر هو سلم النادي الأهلي تسليم أهالي. معنى كلمة تسليم أهالي، تسليم أهالي. هتقول لي الفرقة مش مطالب طول الوقت إن هي تهاجم، ده حقيقة. الفريق مش طول الوقت هيبقى بنفس الريتم وبنفس النسق وبنفس كل حاجة. بس ما ينفعش إنك أنت تسيب الفرقة اللي قدامك الكورة 45 دقيقة وأنت عاوز يعني نقطة واحدة قايم عليها إنك أنت تخطفهم. دي ليها أسلحتها وليها عناصرها اللي تنفذها. ما ينفعش تنفذها انت ومضغوط، لان انت هتبقى مضغوط طول ال 45 دقيقة، وحارس المرمى بتاعك مش عارف يطلع بالكرة كويس. حارس المرمى بتاعك كل ما تجيله الكرة، يعني هو راجل ايمن، يروح يعدل على رجله الشمال وبيشتت وخايف ومتوتر. ياسر ابراهيم المدافع بتاعك مش عارف يطلع بالكرة. رامي ربيعة مش احسن حاجة بالطلوع بالكرة. يعني رامي ربيعة بيعرف يحول الكرة ان الملعب ويعمل سيروهات مثلا، يعرف مثلا بالبرجل بتاعه يسبق المدافع. الا مع عناصر نص الملعب اللي مش فاتحه له، مع عناصر نص الملعب اللي مش بتفتح للعيب، مش فاتحه له، مع زياده توتر خط الدفاع وحارس المرمى، هو متوتر خلق رامي فهيتوتر. بالاضافه ان نص ملعبك، احنا قلنا ان النادي الاهلي، قلت ان النادي الاهلي مش في كل الوقت، احنا فرق الدوري المصري على الله حكايتها. مش طول الوقت هيبدا مش طول الوقت هتلعب باتنين ستات. مع خروج محمد عبد المنعم، مع اصابه علي معلول، الكره عندك من تحت بقت صعب انك تخرج بالكوره. فمحتاج اللي يعوض ده ايه؟ ان يكون عندك اتنين في نص الملعب كويره. انت بتلعب باتنين ستات يا عم، انت في مباراه يا عم ممكن صح تلعب بيها بظروف معينه. الا انت دلوقتي عندك ازمه بطلوع من الكوره، شغال على فكره واحده. حل الضغط اللي هيضغط عليك نادي الزمالك طول ال 45 دقيقه انك تحتفظ بالكوره وتعرف تطلع بيها. فانت بتلعب باكرم ومروان. قلت اكرم راجل في الالتحامات قوي وبيدي في الالتحامات، ضريب ماشي، يقطع الكوره، يستخلص، بيلعب بروح. الا انه يلعب في مركز 8، لا مش بتاعته. مش هيلعب في مركز 8، مش هيضيف ولا هيعرف يصوب ولا هيروح يعمل سرو ولا هيعمل اضافه في مركز 8. فانت عندك انت خلاص مسلم رقبتك لامام عاشور. امام عاشور هو اللاعب الوحيد اللي في الاهلي اللي يقدر يستلم ويطلعك بالكوره. اب افرض لا قدر الله امام عاشور مصاب، افرض لا قدر الله امام، هتلعب بمين يطلعك من الكره في ظل الخطه اللي انت بتلعب عليها؟ محل الخطه ال 45 دقيقه ان انت تلعب 45 دقيقه من غير ما تفكر انك تمسك الكره وتستحوذ. يا اما تطلع وعندك مدافعين وحارس مرمى ونص ملعب يعرف يضرب الزمالك لما يكون بيضغط عليك، فتطلع تقدر تعمل هجمات مرتده. يا اما هتلعب على مهاجم محطه، وده مش عندك، وسام مش مهاجم محطه، ودي مش يعني مش هتنجح. يعني الحل ده مش هينجح على طول، انك انت اما ترمي على مهاجم، انك ترمي على مهاجم محطه ممكن يستلم مره ممكن ما يستلمش مره. فانت سلمت المباراه لنادي الزمالك. النادي الزمالك عنده اتنين كويره في نص الملعب، ناصر ماهر وعبد الله السعيد. انت بتلعب لي باتنين ستات، مع ان المفروض محتاج لاعب 8 تاني هو اللي يطلعك بالكوره. قلنا مش كل وقت هتلعب باكرم ومروان عطيه. عندك امام عاشور لو اتصاب لا قدر الله، الراجل طلب بن رمضان، ولا جبت بن رمضان ولا جبت اي حد. طلع ديانج، ديانج الراجل مش مقتنع بيه في 8، مش ظل. ديانج مش يعني ايه، مش ذنبه ان هو مش عارف يتأقلم في مركز 8، هو راجل رقم 6. الراجل مش مقتنع بيه لان هو مش احسن حاجه بالطلوع بالكوره في مركز 6، فخلاص. من ساعه كاس العالم للانديه والغلطات اللي عملها ديانج ساعه ماتش فلامينجو وماتش ريال مدريد، ومن ساعتها هو مش مقتنع بديانج بالطلوع بالكوره. خلاص بيجي مروان عطيه، مشيت ديانج، مشيت الراجل بعد ما كان في الثلاجه، بعد ما كان ممكن يجيب لنا 6 5 مليون دولار، راح اعاره للسعوديه ب 500 600 الف دولار. ما جبتش لعيب يعوض مكان في نص الملعب. برضو احمد عبد القادر مشى، مع ان انت ما عندكش غير 4 اجنحه، ومقتنع بكلام الراجل ان ما فيش جناح ولا بنوبي ولا زيكو. احمد عبد القادر احسن من الاثنين. ما ينفعش نمشي ورا كلام المدرب ورا في كل حاجه. يعني المدرب مثلا خلاص مشكله حصلت مع احمد عبد القادر وفي الاخر قلنا مش وبعدين رجع احمد عبد القادر وتالق. نادي الزمالك المديون، نادي الزمالك المديون اللي عليه 6 مليون دولار، مسكن لعيبته الاجانب وجايب لعيب بولندي، وجايب مسكن لعيبته الاجانب وجايب لعيبه تحت السن. وانت النادي الاهلي اكبر عقد رعايه في مصر، اكبر رعاه في مصر، عشان البطولات اللي بتاخدها، البطولات اللي بتكسب دي فلوسها. يعني انت النادي الاهلي والبطولات دي والرعاه، وفي الاخر تقول لي فايض ميزانيه. لا، انا فايض ميزانيه مش هيعمل لي حاجه.
انت عندك اربع لعيبه اجانب. ما خد احنا في مصر، انت انت اساسا بتحاول انك تضيف تخلي سته وسبعه اجانب. اللاعب الاجنبي هيفرق، هو اللي هيفرق معاك. ما استفدتش بالمكان الاجنبي الرابع. اقول لك جوائز المسابقه بتاعت البطوله، موسم الرياض قال مليون ونص دولار منه للفايز. ادي مليون ونص غير جوائز الكاف اللي هي ممكن تطلع مليون دولار، يعني 2.5 مليون دولار. يعني هي دي قيمه صفقه بن رمضان ان انت ما كنتش عارف تدفعها. واللاعب كان هيفضل معاك بطولات زياده، وانت اللاعب بيضيف له نص الملعب. اها، في عقم نص الملعب اللي ما يقدرش يطلع بالكره، كان لعيب زي كده يضيف. الاهلي ساعتها برضه في موضوع بالعياد ما عرفش يجيب بالعياد، وكان طالع من كلام يوسف ايمن المدرب خلاص صرف النظر عنه. فجاه قال هات يوسف ايمن. هل انت فرضت يوسف ايمن على الراجل بيطلع بره القايمه؟ اهو ده مدافع زي ده برضه انا شفت له فيديوهات بيعرف يطلع بالكوره. موضوع برضه يحيى عطية الله مش هنظلموه، لعيب كويس، لعيب مونديالي، لعيب كويس. علي معلول، علي معلول جددت لعلي معلول وما عرفتش تقنع المدرب، قال لك انا عاوز يحيى عطية الله، بالتالي ان هو خلاص علي معلول مش في حساباته. فانت ها طلع كلام، انا قعدت اسال سؤال ازاي هيبقى في اتنين باك ليفت. طلع كلام ان الاهلي هيفسح عقده بالتراضي مع علي معلول ويدي قيمه عقده، برضه مش طريقه حلوه. ففي تخبطات. المركز الاجنبي، اللاعب الاجنبي ما استفدتش بيه حتى الان. مش عارف انت يعني المركز الاجنبي قلنا لازم ان نادي الزمالك المديون، نادي الزمالك اللي سدد 6 مليون دولار. سمعنا كلام النهارده خلاص هيجيب ثلاث لعيبه تاني، يعني وهيجدد لزيزو. وانت مش عارف تجيب مكان خامس اجنبي. لقيت الزمالك جايب لعيبه تحت السن هتضيف له وهيستفاد بيها فيما بعد. ففي تخبط في النادي الاهلي. مش كل حاجه تاخد راي كولر، لازم برضو يبقى انت ليك راي. ما في تعنت ممكن يكون. رضا سليم برضو نفس الوضع، يعني رضا سليم كولر هو اللي جابه، يعني مش الاهلي اللي فرضوا عليه. بتحضر 10 ماتشات و12 مباراه واخترت رضا سليم. رضا سليم ما بتلعبوش. طب ايه الفكره؟ يعني مره انا عاوز بيرسي تاو، مره انا عاوز رضا سليم. مين جدد البيرسي تاو؟ يعني مين اللي جدد البيرسي تاو برضه؟ هو اللي يتحمل ذنبه. انت قلت مش عارف تمشيه عشان تجيب لعيب مكانه. طب انت قلت انك انت مش قادر تجيب بن رمضان عشان خلاص ما فيش غير بيرسي تاو مش راضي يمشي. وفي ما فيش غير مكان واحد في القايمه، والمدرب عاوز مهاجم، فعشان كده انت وقفت المفاوضات مع بن رمضان في الوقت ساعتها في وقتها. يعني انت اكيد كنت بتفاوض مهاجم، فين المهاجم؟ قعدت تقول احنا هنتأنى لغايه يناير، تأنى لغايه يناير، خسرت دي بطوله معديه ال 2 مليون دولار، وما داخل على ماتش في شهر 10 مع العين. وهقول لك يعني العين الدوري الاماراتي، يعني اللعيبه الاماراتيه على كدهم، هم عاملين بس الاضافه الاجانب بتوع النادي العين هم صحي الاجانب يعني بيخوفوا. ان الاجانب اقوياء بتوع النادي العين، وهيبقى ليه حلقه للنادي العين نقولوا فيها نقاط القوه ونقاط الضعف. انا ما حللتش الماتش بتاع الاهلي والزمالك لان ما كانش فيه مثلا حياه فنيه قوي. كان يعني اغلبيه اللعب في نص الملعب. برضه عيب على النادي الاهلي ونادي الزمالك، فرقتين زي كده كان كل كره يعني كل كوره اتنين تلاته الكره تتقطع وبغلطات. بس نأمل ان النادي الاهلي يقدر يلم مشاكله ويحل مشاكله بسرعه، انه يدخل على مباريات قويه. وتاني مرة ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، وهارد لك للنادي الأهلي وجماهيره. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.